فيديو سريع يا جماعة نستعرض فيه المود القادم بشكل كامل مع جميع التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم اخواني؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية ومثل ما تعودنا خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. رجعت لكم بفيديو جديد يا جماعة، رح نستعرض فيه اهم التعديلات القادمة على التحديث الجديد مود العمالقة. فرب يسعدكم، ما تحرموني من اللايك لهذا الفيديو، ولو عم تابعني لأول مرة ما تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الجميع لتصلك كل الإشعارات أول بأول. ويلا سوا نبلش. مثل ما نكون شايفين يا جماعة، بالنسبة لتسجيل الدخول للمود الجديد رح يكون بهذا الشكل، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هذا المود. وبالنسبة للمود أو الخريطة يا جماعة، مثل ما نكون شايفين رح تكون بهذا الشكل، هو عبارة عن مود قطارات بالإضافة لميزة العمالقة اللي رح تكون معنا. مثل ما نكون شايفين هذا هو المود، وصناديق اللوت رح تكون معنا بهذا الشكل. واهم ميزه يا جماعه رح تكون هي الجيت باك بالاضافه للسبايدر، يعني هدول الاضافتين رح يكونوا من اقوى الاضافات بالمود القادم. مثل ما نكون شايفين رجعت بهذا الشكل. وبالنسبه لهي الالات، الات اللوت مثل ما نكون شايفين عندما توقف عليها وبهذا الشكل رح تعطيك لوت بهي الطريقه. فشو رايكم بهي الاضافات؟ بالنسبة كمان يا جماعة في عنا مصاعد جوات المود بهذا الشكل، بتحسن تستخدمها لحتى تصعد لقمة البرج. عنا بالمود برج مثل ما نكون شايفين برج الساعة، بتحسن عن هذا المصعد، عن طريق هذا المصعد بتطلع لفوق وتستخدمه لحتى تصعد للطابق الأعلى. وأكيد راح يكون في عنا صناديق لوت بهذا الشكل. وبالنسبة لهي الساعة يا جماعة مثل ما نكون شايفين بهذا الشكل، بتحسن تفتحها وبيبين عليك المود كله. وكمان يا جماعة مثل ما نكون شايفين ضافوا الشراعية هي بدل المظلة لحتى تنزل وتستخدمها. وكمان مثل ما نكون شايفين راح يكون في عنا استدعاء القطار. بعد ما تستدعي القطار بهذا الشكل راح يجي وينزل لك ضروب فيه لوت جدا قوي. فهي أهم الإضافات اللي راح تكون معنا بالتحديث القادم. وما تنسوا تكتبوا لي رأيكم بهي الإضافات. مثل ما نكون شايفين بهذا الشكل راح تعطينا هذا الصندوق من القطار، راح يكون فيه لوت قوي مثل ما نكون شايفين بهذا الشكل. فشو رأيكم بهي الإضافات الجديدة؟ وكمان يا جماعة راح يكون عنا سكك حديدية منتشرة على جميع الخريطة، والقطارات رايحة راجعة، يعني راح تحسن تتنقل من منطقة لمنطقة عن طريق هذا القطار. فاكتبوا لي بالتعليقات شو أكتر ميزة عجبتكم بالمود الجديد والتحديث القادم. وفي فيديو كمان يا جماعة بالقناة إذا حابين تشوفوه راح أترك لكم رابطه بالوصف، كمان إضافات كانت موجودة وتعدل عليها بالتحديث هذا. بالنسبة لهذا الآلي يا جماعة مثل ما نكون شايفين راح يكون هو الشوب اللي بنحسن ناخد منه أو نشتري منه اللوت. ومثل ما نكون شايفين السكك الحديدية المنتشرة بكل الخريطة، واللي راح ياخدونا القطارات من منطقة لمنطقة. فشو رأيكم بهي الإضافات؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. اخواني حبايبي، وصلنا لنهاية فيديو اليوم. ربي يسعدكم، ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم بخير، سلام.